هذا يتبدل. اكتب كود على كود وبدا تكتب انت اللي في راسنا. استغلالا لمعلومات وردت إلى مقر الفرقة الإقليمية الدرك الوطني بياغ مراسي، مفادها وجود جرار طريقي يجر مقطورة بها حاوية، كان سائقها يقوم بإنزال سلع أجنبية الصنع غير مصرح بها بأحد المستودعات بياغ مراسي ولاية وهران. بعد التأكد من المعلومات تم تشكيل دورية والتنقل فورا إلى عين المكان، وبعد المراقبة والتفتيش الحاوية تم العثور على السلع تتمثل في أحذية مختلفة الأنواع وكذا خردوات ولوازم مكتبية، علما أن البضاعة المحجوزة لا تحتوي على فاتورة وبعضها محرر بفاتورة وهمية. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية مع السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا وبالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة بولاية وهران، تم جرد وحجز البضاعة، حيث قدرت القيمة الإجمالية للسلع بمبلغ مالي قدره 1,150,000,000 سنتيم. كما رفع ضد أصحاب السلع المخالفات التالية: ممارسة نشاط تجاري دون التسجيل بالسجل التجاري، ومخالفة ممارسة تجارة تدليسية بفواتير وهمية، ومخالفة عدم الفوترة. سيتم تحرير محضر في القضية فور الانتهاء من الإجراءات وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة إقليميا.